في أندية ممكن تحبها عشان بطولاتها، في أندية بتحترمها عشان أسماء نجومها مثلا. إنما اللي جايين نتكلم عنه ساندرلاند، أحدث فريق صاعد في البريمير ليج، فريق كان معاه 6 دوري، فريق بطل، فريق كبير، فجأة لقى نفسه في الدرجة الثالثة ودلوقتي بيرجع تاني. حكايته حكاية، تاريخه تاريخ. احنا جايين نحكي حكايته كاملة، بس لو عايز تسمع حكايته كاملة ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد. وقول لي نفسك تسمع حكاية انهي نادي تاني. احنا بنتكلم عن ساندرلاند اللي اتأسس سنة 1879، وده طبعا خلاه من اوائل الأندية الإنجليزية اللي اتأسست او اوائل الأندية في كرة القدم كلها. من اول ما بدأ الدوري الانجليزي وساندرلاند عارف طريقه. انا اكبر نادي في انجلترا، ايوه ما تستغربش، ساندرلاند وقتها كان اكبر نادي في انجلترا بلا اي منازع، لان ساندرلاند كسب الدوري 1892 و1893 و1895، 3 دوري في 4 سنين. كلام كبير قوي، 3 دوري في 4 سنين. يعني انت بتتكلم على مانشستر سيتي دلوقتي او مانشستر يونايتد في اول البريمير ليج. حاجة كبيرة جدا جدا ان هو يخش الدخلة القوية دي ب3 دوري انجليزي في 4 سنين. بعد كده خد دوري انجليزي 1902 1913 و 1936، وكان ملقب بذا تيم اوف اول تالنتس، يعني فريق المواهب، لانه هو بيلعب بطريقة مبتكرة سابقة لعصرها جدا جدا، والصحافة الإنجليزية كانت معجبة بيها، وكان الناس بتتفرج عليهم من كل حتة في إنجلترا بسبب أسلوب لعبهم الفريد وابتكارهم في اللعب. في سنة 1913، السنة اللي خدوا فيها الدوري، كان ساندرلاند قرب يحقق ثنائية الدوري والكاس، بس للأسف خسر من أستون فيلا بالعافية، وكان ساعتها يبقى أول فريق محقق الثنائية أصلا. لكن بطولة الكاس فضلت غايبة عن النادي، غايبة 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 لحد 1937، إما كسبوا كأس الاتحاد الانجليزي لاول مرة في تاريخ النادي. انت تعرف بقى ان وقتها كان ساندرلاند من كتر ما كان فريق كبير كان بيمثل فخر شمال انجلترا كلها والطبقة العاملة، وكان جمهور ملعب روكهار بارك كان بيهز المدرجات وقتها بسبب فريق ساندرلاند وأدائه الأسطوري في الملعب وبطولاته الكتير. بعد كده بقى الدنيا جت عليهم والدنيا ما بقتش احسن حاجة، والفريق كان بيهبط وفعلا هبط، وشارك في بطولة كاس 73 بالصدفة قدام الفرقة، وقعد يكسب فجأة لقى نفسه قدام النهائي. قدام مين بقى؟ قدام العملاق ليدز يونايتد. ليدز يونايتد مش مجرد نادي وقتها، احنا على فكرة هنتكلم على ليدز يونايتد برضو بمناسبة ان هو كمان صعد، وده ممكن يحرق لك حته صغيره من الفيديو ان ليدز يونايتد كان من عمالقه انجلترا وكان واخد الدوري سنه 73 مع دون ريفي. دون ريفي ده من اعظم المدربين في تاريخ انجلترا، وراح درب منتخب انجلترا بعد سنه 73. لكن في سنه 73 لعبوه ساندرلاند بلا اي طموح، وكانوا عبارة عن فريق صغير ويلعب اندر دوج، ما عندوش حل تاني تحت الكورة. بس ساندرلاند قدم اكبر مفاجأة في انجلترا في وقتها، وقدر يكسب الكاس من ليدز يونايتد بنتيجة 1-0 تحت قيادة المدرب بوب ستوكو. وكان وقتها زي ما قلت لك فريق من الدرجة التانية. حلو، يعني هنشوف فريق من الدرجة التانية بيلعب بقى في الدوري الأوروبي أو كأس الكؤوس الأوروبية على حسب اسمه زمان. للأسف الاتحاد الإنجليزي وهو بيبعت الأسامي المشاركة في بطولات أوروبا 1973 1974 نسي يكتب اسم نادي ساندرلاند معاهم، ودي كانت سقطة غريبة وعجيبة، وكمان بعت الاسم متأخر. فكان رد الاتحاد الأوروبي إن لأ، ساندرلاند مش هيشارك في كأس الكؤوس الأوروبية لأن اسمه اتبعت متأخر. وده اللي يخلي ساندرلاند واحد من الأندية الإنجليزية معاهم بطولات وتاريخ، لكن عمره ما شارك في أوروبا.
يعني دي كانت سقطة تاريخية للاتحاد الانجليزي لكرة القدم بسبب كده. على العموم نادي ساندرلاند نادي كبير قوي، مطلع لعيبه كبيره قوي زي بوب جوردون الهداف التاريخي للنادي ب 228 جون، وكمان كيفن فيليبس اللاعب اللي خد الحذاء، اسمع كده كويس، الحذاء الذهبي اللي بيتخانقوا عليه اوروبا كلها، خده مع نادي ساندرلاند 1999 2000، وبعد ما خد هداف البريمير ليج وهداف اوروبا والعالم كله فخد الحذاء الذهبي. وطبعا طلعوا كمان جيرمين ديفو، انت اكيد عارفه، اللي هو واحد من 10 هدافين تاريخيين للبريمير ليج، وتحديد مركزه التاسع. احنا كنا عاملين فيديو بالمناسبة بيتكلم عن اشهر 10 هدافين في تاريخ البريمير ليج، يبقى ارجع له لو تبص لو عايز تعرف القائمة كلها. وبالمناسبة صلاح قاعد يجيب اجوان فلخبط المراكز اللي احنا عاملينها، بس هتلاقيه في القائمة برضو. نجوم كتيرة طلعت من نادي ساندرلاند، وكمان مش ده بس، الفكرة ان هو كنادي البريمير ليج اتأسس عليه سنة 92، شارك 16 سنة كاملين في البريمير ليج، اخرهم كانت موسم 2017. بدأ مشاركاته في البريمير ليج سنة 1999 وأنهوها 2017، وخصوصا الفترة المتتالية من 2007 2017. بس للاسف اتدهور حاله وهبط، بس ما هبطش درجه تانية على طول، ده لان نزل تانية في تالتة، نزل سقوط مرعب مره واحده نادي ساندرلاند. وكمان لعب له لاعبنا المصري ما تنساش احمد المحمدي مع نادي ساندرلاند، وكان من اللي اسمه كويس جدا في البريمير ليج. فبعد ما النادي هبط للبريمير ليج وكمان هبط للدرجة، النادي دخل دوامة إدارية ومالية وتبدل عليه مدربين بسرعة كبيرة جدا، لكن طبعا جمهوره هو اللي ثابت واقف في ظهره بيشجع، مالي الملعب حماس. كان أكتر من 30 ألف متفرج بيحضر ماتشات الدرجة الثالثة، وده عدد قياسي في العالم مش بس في انجلترا، عشان يبقوا من اكثر الجماهير وفاء في التاريخ. لحد في سنة 2021 ظهر امل جديد للنادي لما اشترى النادي الشاب الفرنسي كيرل لويس دريفوس ابن مالك نادي مارسيليا السابق. رغم انه اصغر رئيس في انجلترا كلها، لكن كان بيشتغل بعقلية مختلفة جدا، مش صفقات بقى شو اعلامي، لا بيبني الفرقة صح من تحت، بيبني فريق مستقر على المدى الطويل لحد ما ربنا كرمهم ورجعوا الشامبيونشيب في عام 2022، وبيحاولوا كل سنة لحد ما قدروا يطلعوا في موسم 24 موسم 25 اللي خلص ده عن طريق نهائي البلاي اوف، وصعدوا بهدف في الدقيقة الأخيرة، أشعل المدرجات في ويمبلي وأعلن صعود نادي ساندرلاند اللي احنا بنتكلم عنه من أول فيديو للبريمير ليج من جديد. ولما صعد، وفي ناس اتكلمت كتير جدا عن الديربي بينه وبين نيوكاسل، العداوة بين ساندرلاند ونيوكاسل طبعا هي من أشرس العداوات في انجلترا، وهو ديربي هاين وير ديربي. وكمان آخر أصلا 6 الدربيات لساندرلاند وهو في البريمير ليج كان كسبان نيوكاسل اساسا، فده اللي مخلي نيوكاسل عايز ياكله بسنانه اما طلع، لان نيوكاسل بيعيش واحدة من افضل فتراته في التاريخ. فاحنا كده مش بنتكلم على مجرد نادي، احنا بنتكلم على قصة ولاء ووفاء وحب وصبر للجماهير، اللي نزل للدرجة الثالثة ورجع معاه البريمير ليج وهو بيتغنى ب6 دوري انجليزي، وده رقم كبير جدا في انجلترا، لان هو اساسا من اكثر الاندية المتوجين بالدوري الانجليزي. فهو ساندرلاند من الاعضاء الجديده معانا في بريمير ليج 25 26، لكنه ابدا مش نادي جديد وهو نادي عريق. وده كل اللي كنت عايز اتكلم معاكم فيه عن نادي ساندرلاند، واتمنى يكون عجبكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش طبعا تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، وقول لي في الكومنتات عايز اتكلم عن نادي مين تاني، وانتظروا حلقه ليدز يونايتد ونادي بيرنلي.